المغرب ينافس إنجلترا على جوهرة مغربية قادمة بقوة. تفوق على لامين يامال في بداياتهم على ماسيا ببرشلونة. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. ظهرت مؤخرا جوهرة مغربية قادمة بقوة. أرقامه التهديفية نالت إعجاب واندهاش متتبعي كرة القدم على مستوى العالم، وخصوصا في إنجلترا والمغرب. موهبة كبيرة يشبه إلى حد كبير ليونيل ميسي من حيث الشكل، وتفوق بأرقامه التهديفية على بدايات لامين يامال مع لاماسيا ببرشلونة. الأمر بداية يتعلق بالموهبة المغربية. إبراهيم الرباج من أب مغربي وأم مغربية، يلعب في نادي تشيلسي لأقل من 16 سنة، ويقدم مع هذه الفئة مستويات خرافية بكل معنى الكلمة منقطعة النظير. اللاعب في 40 مباراة فقط سجل 52 هدفا وقدم 60 تمريرة مفتاحية، أي أنه ساهم في 112 هدفا في آخر 40 مباراة خاضها مع نادي تشيلسي لأقل من 16 سنة، وهي أرقام تهديفية كما قلنا تفوق الأرقام التهديفية التي كان يقدمها لامين يامال مع فريق لاماسيا من نادي برشلونة قبل أن يتم تصعيده بعدها للنادي الأول، وبقية القصة تعرفونها جميعا. إذن فنحن أمام موهبة مغربية خارقة ستحاول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحصول عليها بأي ثمن كان. وفي هذا الصدد فهنالك منافسة قوية بين الجانب المغربي والجانب الإنجليزي على هذه الموهبة. سبق للمنتخب المغربي لأقل من 15 سنة أن قام باستدعاء إبراهيم الرباج في السنة الماضية لأحد المعسكرات، وشارك في أحد المباريات بقميص المنتخب المغربي وحمل القميص رقم 10 كما تشاهدون في هذه الصور. ولكن بعدها قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستدعائه أيضا للمنتخب الإنجليزي لأقل من 15 سنة، وشارك معه في بعض المعسكرات، وخاض أيضا مع منتخب إنجلترا لهذه الفئة مباريات ودية وعددية، بل أنه شارك ضد المنتخب المغربي في ذات الفئة في أحد المباريات الودية، وسجل هدفا على المغرب في فوز إنجلترا علينا ب5 أهداف كاملة. إبراهيم الرباج كما قلنا من أب مغربي وأم مغربية، يحب كثيرا المغرب ومتعلق باللاعب والنجم المغربي حكيم زياش الذي يعتبره قدوة في عالم كرة القدم. وعندما كان زياش يلعب مع نادي تشيلسي كان يلتقي به بين الفينة والأخرى ويلتقط معه بعض الصور مثل هذه الصورة الجميلة. الخلاصة أننا أمام موهبة خارقة قادمة بقوة، والجامعة ستحاول قدر الإمكان إقناعه وإقناع محيطه الأسري بأن يستكمل مشواره الاحترافي والدولي مع المنتخب المغربي لكرة القدم.